بينما يقف العشرات عاجزين عن التصرف؟ هذا بالضبط ما حدث في واقعة إنسانية مؤثرة أثارت إعجاباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بطلها هذه المرة شاباً مغربياً بعيداً عن بلده بآلاف الكيلومترات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشهد إنساني يجسد أسمى معاني الشجاعة والتضامن، برز اسم طالب مغربي مقيم في الصين بعد تدخله البطولي لإنقاذ فتاة صينية من الغرق في إحدى البحيرات بمدينة هانغتشو. القصة بدأت في لحظات كانت تبدو عادية للغاية. الناس يتجولون حول البحيرة، بعضهم يلتقط الصور وآخرون يستمتعون بالهدوء والطبيعة، لكن فجأة تغير كل شيء. فتاة صينية كانت تقف بالقرب من حافة البحيرة فقدت توازنها وسقطت في المياه. في البداية ظن بعض المارة أن الأمر بسيط، لكن سرعان ما بدأ الخطر يظهر. الفتاة لم تكن تستطيع السباحة. خلال ثوان قليلة بدأت تصارع الغرق. كانت تحاول البقاء فوق سطح الماء، تتحرك بعشوائية وتطلب المساعدة، بينما وقف بعض الحاضرين في حالة صدمة وارتباك. البعض لم يعرف كيف يتصرف، والبعض الآخر اكتفى بالمشاهدة، وربما ظن آخرون أن هناك من سيتدخل. لكن في تلك اللحظة تحديداً كان هناك شاب مغربي يراقب ما يحدث. لم ينتظر كثيراً، لم يسأل أحداً ماذا يجب أن يفعل، ولم يفكر في المخاطر. كل ما رآه هو إنسان في خطر، وفي لحظة شجاعة حاسمة قرر التدخل فوراً. دون تردد قفز الطالب المغربي مباشرة إلى مياه البحيرة، غير مبال ببرودة الماء أو بصعوبة الموقف، مخاطراً بحياته من أجل إنقاذ الفتاة. المهمة لم تكن سهلة. الفتاة كانت في حالة ذعر شديد، وكانت تحاول التشلب بأي شيء حولها، وهو ما يجعل عملية الإنقاذ في الماء أكثر خطورة على المنقذ نفسه. لكن الشاب أظهر رباطة جأس كبيرة. اقترب منها بحذر وتمكن من الإمساك بها، محاولاً تهدئتها حتى لا تسحبه معها تحت الماء. وبعد لحظات من الصراع مع المياه بدأ يسحبها تدريجياً نحو حافة البحيرة. في تلك الأثناء بدأ الحاضرون يدركون حجم ما يحدث، واقترب بعضهم للمساعدة. وأخيراً نجح الطالب المغربي في إخراج الفتاة من الماء إلى بر الأمان. الفتاة كانت مرهقة وخائفة، لكنها نجت. أما الحاضرون فقد بدأوا بالتصفيق والإشادة بما فعله هذا الشاب الذي خاطر بحياته لإنقاذ إنسانة لا يعرفها. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فبعض الأشخاص الذين كانوا في المكان وثقوا لحظات الإنقاذ عبر هواتفهم، وسرعان ما انتشرت الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي داخل الصين. خلال وقت قصير تحولت القصة إلى حديث واسع بين المستخدمين. الآلاف تداولوا الفيديو وأشادوا بشجاعة الطالب المغربي، معتبرين أن ما فعله مثال حقيقي على الإنسانية والتضحية. وسائل الإعلام الصينية بدورها بدأت تتحدث عن الحادثة، حيث نشرت عدة تقارير تشيد بهذا العمل الإنساني النبيل. الكثير من التعليقات أكدت أن مثل هذه التصرفات تعكس القيم الإنسانية التي تتجاوز الحدود والجنسيات. كما عبر العديد من المواطنين الصينيين عن امتنانهم الكبير لهذا الشاب المغربي، مؤكدين أن موقفه ترك انطباعاً إيجابياً لديهم. وفي المقابل شعر الكثير من المغاربة بالفخر بعد انتشار هذه القصة، ففي كل مرة يظهر فيها نموذج مشرف لشباب المغرب في الخارج يتجدد الشعور بالفخر والانتماء. هذا الموقف لم يكن مجرد حادثة إنقاذ عابرة، بل كان رسالة إنسانية قوية، رسالة تقول أن الشجاعة لا تحتاج إلى شهرة، وأن الإنسانية لا تحتاج إلى لغة مشتركة، وأن التضحية قد تأتي في لحظة واحدة فقط، لكنها قد تنقذ حياة كاملة. الطالب المغربي لم يقفز إلى الماء بحثاً عن الأضواء أو الشهرة، لكنه ببساطة فعل ما شعر أنه الصواب، تصرف بدافع الإنسانية، وفي لحظة واحدة فقط أنقذ حياة إنسانة كانت على بعد ثوان من الغرق.
لكن ما جعل هذه القصة تنتشر أكثر هو النقاش الواسع الذي دار بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي. الكثير من الناس طرحوا سؤالاً مهماً: لماذا يتردد البعض في التدخل في مثل هذه المواقف؟ بعض التعليقات قالت إن الخوف من الخطر قد يمنع الناس من التصرف. البعض الآخر أشار إلى أن كثيرين قد لا يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الحالات الطارئة. لكن في المقابل رأى كثيرون أن الشجاعة الحقيقية تظهر في اللحظات الصعبة، وأن مساعدة الآخرين في وقت الخطر هي واحدة من أسمى قيم الإنسانية. وهنا تحديداً يظهر الفرق بين من يكتفي بالمشاهدة ومن يقرر أن يصنع الفرق. فهناك أشخاص قد يقفون متفرجين، وهناك أشخاص آخرون يتحركون لإنقاذ حياة إنسان، والطالب المغربي كان من الفئة الثانية. هذه القصة أعادت إلى الأذهان العديد من المواقف المشابهة التي قام فيها أشخاص عاديون بأعمال بطولية غير متوقعة. أشخاص لم يكونوا يبحثون عن الشهرة، لكن مواقفهم الإنسانية جعلت العالم يتحدث عنهم. وفي كثير من الأحيان يكون البطل الحقيقي هو الشخص الذي يتصرف بدافع الضمير فقط، لا ينتظر مكافأة ولا يبحث عن تقدير. كل ما يريده هو أن يفعل الشيء الصحيح، وهذا ما فعله هذا الشاب المغربي بالضبط. ففي لحظة كان يمكن أن تنتهي بمأجسة، اختار أن يتدخل وأن ينقذ حياة إنسانة. وربما بعد سنوات قد تتذكر تلك الفتاة هذا اليوم باعتباره اللحظة التي حصلت فيها على فرصة جديدة للحياة، فرصة بدأت بقرار شجاع اتخذه شاب لم يفكر إلا في شيء واحد: إنقاذ إنسانة في خطر. وفي عالم يزداد انشغال الناس فيه بأنفسهم، تأتي مثل هذه القصص لتذكرنا بأن الخير ما زال موجوداً، وأن الإنسانية الحقيقية ما زالت حاضرة بين البشر. وفي النهاية تبقى مثل هذه المواقف هي التي تصنع الفرق الحقيقي، ليست الكلمات ولا الشعارات، بل الأفعال التي تظهر في اللحظات الصعبة. ولهذا السبب لا يسعنا إلا أن نفتخر بمثل هذه النماذج المشرفة التي ترفع اسم المغرب عالياً في مختلف أنحاء العالم. والآن نترك لكم السؤال: لو كنتم في نفس الموقف، هل كنتم ستخاطرون بحياتكم لإنقاذ شخص لا تعرفونه، أم أن الخوف كان سيجعلكم تترددون؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.